السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قرأت على الفيس 3 شباب طلقوا زوجاتهم في وقت واحد بسبب والدتهم. تخيلوا 3 ستات في بيت مش قادرين يخدموا ست كبيرة أم جوزها أو أم زوجاتهم ال3، ومع ذلك ست من الجيران هي اللي بتقوم بخدمتها وتديلها العلاج وتأكلها وتحميها. تخيلوا 3، ده غير ولادهم. ففي واحدة معلقة على الخبر وبتقول الشرع مش بيلزم الست انها تخدم حماتها، هو ده بس اللي عرفته من الشرع. طب انا معاكي يا ست ان الشرع مش بيلزمك بخدمة حماتك وبيلزم ابنها. طب ما هو ابنها مش قاعد معاكي في البلد، ابنها مسافر مثلا القاهرة او اكتوبر او ايا كان محافظة عشان يجيب لك الاكل، عشان يخدمك انت وولادك، عشان يرعيكي انت وولادك. يبقى جزاته هو وامه ان الجيران هما اللي يراعوا حماتك. ما انت مش ملزمة، ماشي، بس تروحي فين من ربنا؟ على فكرة يا اللي بتقولي انا مش ملزمة، مسير الايام تلف وتدور ومرات ابنك تقولك برضو انا مش ملزمة. وقتها بس هتعرفي قيمة الموقف بتاع النهاردة ده. ربنا ما يحوج حد لحد، اللهم امين يا رب. ولا ترقد جتة ولا ترقد لنا جتة ولا تحوجنا للولد ولا البنت. هي شيت وتعبت وربت وجوزت، وفي الاخر مراته مش قادرة توكلها ولا تديلها العلاج ولا تعمل معاها اي حاجة، وساب الجيران هما. طب وش مين؟ وطب مفيش واحدة منهم عندها دم؟ مفيش واحدة منهم عندها دين واخلاق؟ مفيش واحدة منهم اصيلة؟ ال3 كده ما عندهمش اصل. طب ولادكم فين؟ احفادها؟ انت مش عايزة تخدمي ولادك يخدموها. مادام ازواجكم مش موجودين في البلد لخدمة امهم ورعايتها، يبقى اولادهم هم اللي يراعوا جدتهم. ولادها مش موجودين، احفادها موجودين، ربنا يخلي. ولا انتوا سقيتوا كمان احفادها السم؟ سقتوهم من بقوا عدمات الاصل زيكم. لا حول ولا قوة الا بالله. هم ال3 رجاله طلقوا ال3 نسوان، وان ابغض الحلال عند الطلاق عند الله الطلاق. بس فعلا انتوا تستاهلوا كده، بس للاسف العيال هم اللي هيدفعوا الثمن. للاسف انتوا فعلا تستاهلوا كده. ربنا يهدي يا رب. يا رب بحق جاه النبي ما تحوج حد لحد. يا رب بحق جاه النبي ما تحوج لا لولادها ولا للنسوان ولادها. يا رب ما تحوج حد لحد يا رب، اللهم امين. وتوفانا وانت راضي عنا، توفانا وتراب السكة على رجلينا، واجعل نظرنا مساوي اجلنا. اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.